مرحبا، شلونكم؟ سويت كوكيز طيب وسهل يجنن، ومكوناته تعتبر اقتصادية، مكتوبة أسفل الفيديو. زبدة ودهن وياها كوب سكر بودرة، خلطتها إلى أن تغير لونها، خليت بيضتين وفانيلا، وراح أخلط خلطة زينة إلى أن تتجانس المكونات. خليت الطحين والبيكنج باودر وراح أخلط وأبدي أعجنها بيدي إلى أن أحصل على عجينة طرية أبدي أشكلها. هنا أنا استخدمت الكاكاو، هو تشيبس شوكولات، تقدرون أي نوع كاكاو تقطعوا قطع صغار وتستخدموه. تمام، كلش سهلة وكلش طيبة، وانصحكم تجربوها. هنا أنا بديت أشكلها. طبعا بقى من العجين خليت له كاكاو باودر، فصار عندي عجينتين، عجينة بيضة طرية وعجينة بالكاكاو شوية أقوى. فهنا حيكون اختلاف بطريقة الشوي. العجينة البيضة احتاجت 15 دقيقة شوي على درجة حرارة 180 بالرف الوسط، ومن نطلعها أبد ما نحركها إلى أن تبرد تماما. أما اللي بالكاكاو فاحتاجت مجرد 9 دقائق شوي على 180 درجة بالرف الوسط. حصلت على كوكيز طري من الداخل ومقرمش من الخارج. إذا تحبون كلش مقرمش فتزيدون درجة الحرارة والشوي.